اخيرا عايز اقول لكم على خبر حصري. محمد صلاح بنسبة 95% هيفوز بأفضل لاعب في العالم في الجلوبال ساكر اووردز اللي بتقام في دبي، ودي اخبار خاصه لينا للريمونتادا في منافسه قويه على لقب افضل لاعب في العالم. لو تفتكروا السنه اللي فاتت امبابي فاز باللقب في الجلوبال ساكر اووردز، وبكره بنسبه 95% والاخبار جايه لي من جوه يعني التنظيم ان صلاح بنسبه 95% هيتوج افضل لاعب في العالم في دبي. الخبر الحصري الثاني، معلوماتي ان لو فاز صلاح باللقب ان صلاح بكره هيتواجد في دبي في طياره خاصه هتنقله من الكويت، هيتواجد في دبي في ليله المباراه وهيرجع على الكويت ان شاء الله على طول في نفس الليله. بس احنا عايزين ندعو بقى ميدو الناس انها تفوت لصلاح، لان الجائزه دي بالفوتنج على تيك توك، صح؟ بالظبط على تيك توك، فاحنا عايزين الناس فعلا خشوا يا جماعه صوتوا لصلاح، تصوت لصلاح على تيك توك. بتهيألي محتاجين ان احنا نساعده في اخر مرحله، في اخر كام ساعه بكره قبل الساعه 4 بتوقيت القاهره ان شاء الله، عشان ان شاء الله ربنا يسهل ويتوج باحسن لاعب في العالم. كلنا دايما كنا بنحلم ان يكون في لعيب مصري في افضل مستوى في العالم، واخيرا اصبح عندنا لعيب بينافس وبيخش في الشورت ليست على في الاختيار افضل لاعبي العالم، هو محمد صلاح. حلم كل ولد صغير انه يكون زيه. زي ما عبدون بيقول عندكم فرصه كويسه وعندنا فرصه كويسه، وانا اول واحد اعمل كده ان احنا نخش على التصويت للجلوبال ساكر اووردز على تيك توك، ونخش وندعم محمد صلاح ونفوت او نرشح محمد صلاح للفوز باللقب. مره ثانيه بشكركم وبتمنى لكم التوفيق. دي كانت حلقه النهارده، تصبحوا على خير.